وكل يوم بقابل قصص غريبة وأحداث غريبة، يعني عشان شغال في الحوادث والحاجات دي. في يوم جالي اتصال من زميلي أشرف وقال لي احنا هنعمل لقاء دلوقتي بس مباشر، بس لازم تيجي دلوقتي. حاولت أفهم منه أكتر لأن وقتها كانت الساعة 2:30 بالليل وكنت نايم ومش فايق، بس نبرة صوته خلتني أفوق بسرعة ولبست ونزلت ورحت له على المكان اللي وصفهولي. ولما وصلت عنده لقيته واقف عند عمارة كبيرة لسه بتتبني جديد. فبقول له في ايه جايبني على ملا وشي ليه؟ قال لي العمارة دي تالت مرة تتهد وتتبني بعد ما الناس بتسكن فيها، ومحدش بيستمر فيها لمدة أسبوع واحد. وطلع عنها كلام وقالوا انها مسكونة بالعفاريت، بس انا ما صدقتش لان انت عارفني يا يونس انا ما بعترفش بالحاجات دي. المهم انا جايبك معايا عشان نكتشف الشيء الغامض اللي بيخلي السكان يهاجروا العمارة من اول اسبوع. قلت له يا عم ماشي انا معاك وانت عارفني انا بموت في المغامرة والغموض. دخلنا العمارة اللي كانت على الطوب الاحمر والمحارة، وما كانش فيها حد ولا فيها نور خالص. طلعنا اول دور ولقينا ابواب الشقق اللي فيها مقفولة كلها بالاقفال، بس اشرف قال لي ما نحاول نكسر قفل وندخل كده، تعال ندخل شقة ونصور اللي جوه. قلت له تمام يلا بينا، رغم اني كنت خايف جدا، بس في جملة بتقول الخوف مصدر الضعف، فانا كنت بحاول على قد ما اقدر ابين اني مش خايف وقوي. ولما اشرف حط ايده على القفل لقيناه اتفتح لوحده بدون اي حاجة، بدون اي مجهود. يمكن خفنا شوية بس فرحنا انه اتفتح بسرعة. وطلعت المايك والكاميرا وبدأنا البث المباشر. واول ما بدأت اتكلم لقيت اشرف بس ورايا وعينيه وسعت جدا ونظرة الخوف بانت عليه. انا اترعبت اكتر وبصيت ورايا وانا مخضوض وبقول له في ايه يا عم العب تاني؟ قال لي كمل بس مفيش حاجة. سمعت كلامه وكملت، وبعدها بدقايق لقيته ساب الكاميرا من ايده وطلع يجري ويصرخ بصوت عالي. طلعت اجري وراه بس لقيت الباب اتقفل في وشي واتحبست جوه الشقة الضلمة. فضلت اخبط على الباب واصرخ جامد علشان يفتح، بس مفيش صوت بره خالص. اشرف اختفى وفي ظرف ثانية بقى في الشارع وانا محبوس جوه. هخرج ازاي من هنا؟ بدأ الرعب الحقيقي بقى، وبدأت اسمع اصوات صريخ حواليا بنبرة خشنة وبشعة محدش يستحملها. والجو فجأة بقى سخن جدا لدرجة ان جسمي كله بقى عرقان، رغم ان احنا كنا في الشتاء ساعتها. وبعد دقايق بسيطة لقيت الجو فجأة بقى برد. كنت بترعش جامد وبروح يمين واروح شمال في الشقة وبحاول ادور على اي مخرج. وقتها كانت الشبابيك كلها اختفت. كنت بشوف حاجات بتتحدف حواليا وازاز بيتكسر بصوت عالي. كنت بقرأ قرآن بصوت عالي عشان اخف شوية واحدة، بس الموضوع كان يهدى ويرجع تاني ألعن من الاول. وكنت بشوف خيال طاير حواليا باصوات مرعبة جدا. كنت بفكر امسك اي حديدة واقتل نفسي عشان اخلص من اللي انا فيه. كنت بتمنى الموت حرفيا. انا كنت بستقبل كمية ضرب رهيبة ومش عارف مصدرها منين. حاسس ان وشي ورم وبدأت انزل دم ومش عارف مين بيضرب الضرب المبرح ده، لحد ما فقدت الوعي واغمى عليا. فقت تاني يوم على اذان الفجر وانا لسه جوه الشقة. اصوات الصريخ زادت، حتى الخيال بقى واضح. بقيت اشوف ناس طوال جدا وملامحهم مرعبة وكلهم دم، عينيهم واسعة وكلها سواد. ما كنتش بقدر ابص في وشوشهم. قمت بسرعة احاول افتح الباب، بس المرة دي ما لقيتش الباب اصلا، ولقيت حيطة وكأن ما كانش فيه باب. المعروف عن الجن انهم قادرين يغيروا اي حاجة هم عايزينها. بدأت اهرول واصرخ واخبط دماغي في الحيط. كنت بحس ان في كرباج بينزل على ظهري. اول مرة اتضرب بالشكل ده في حياتي، وسني الكبير ما كانش مساعدني على المقاومة وعلى الحركة او صد الضرب. وشي بقى كله مبلول مش عارف ده عرق ولا دم. رجعت تاني ناحية الباب وانا بقرأ قرآن ولقيته موجود. فضلت اخبط عليه واضربه برجلي لحد ما اتفتح. واول ما فتحته وجيت اخرج لقيت حد ماسكني من رجلي ووقعني وسحبني جوه تاني. انا كنت ببص ورايا وبحاول اشوف مين بيسحبني، ما كنتش بلاقي حد. بصيت تاني ناحية الباب عشان اخرج لقيت كيان اسود شكله مرعب طاير وواقف من غير ما يلمس الارض. المنظر ده انا عمري ما هنساه في حياتي. غمضت عيني وقريت قرآن اكتر، وبعدين فتحتها لقيت الباب اتقفل والكيان اختفى. قمت بسرعة خبطته تاني برجلي وفتح،
وخرجت منه ونزلت على السلم واتقلبت واخدت سلم العمارة كله على جسمي وانا بتدحرج لحد ما وصلت مدخل العمارة. ساعتها كان جسمي كله اتكسر وما كنتش عارف اقوم وبنهج. فضلت اسحف لحد الشارع ولقيت عربية فيها واحد ابن حلال وقفلي وركبني معاه ووصلني لأقرب مستشفى. من بعدها وفضلت اني اعيش لوحدي، بس حياتي ما رجعتش طبيعية زي الاول، وبقيت بفضل صاحي لمدة 3 ايام متصلة، ولما بنام ما بكملش نص ساعة واصحى تاني. الغريب بقى في الموضوع ده كله ان اشرف اختفى، وسألت ودورت عنه في كل مكان ومحدش يعرف مكانه لحد دلوقتي.